كل يوم بيعدي من غير ما تحفظي آية ده يوم ضايع من عمرك. بس ما تخافيش، في خطة سهلة وعملية هتخلي حفظ القرآن أسهل من أي حاجة عملتيها قبل كده. بتحسي دايما إنك بتحبي القرآن بس مش قادرة تحفظي. كل ما تبدأ تسيب، كل ما تمسك المصحف تحس إنه تقيل قوي. خايف من صعوبة الحفظ؟ النهاردة هديك طريق مش بس يخليك تحفظ، ده يخليك تعيش مع القرآن وتدوق حلاوته. خطة سهلة، خطوات عملية، وأسرار من السلف، تجارب ناس زينا بالظبط بس بقوا من حافظين كتاب الله. يلا بينا نبدأ. أول حاجة لازم تعرفها، ليه بنحفظ القرآن؟ أول حاجة، لأن ربنا اختارك، وده مش كلام، لأنك بتدخل في دايرة نور. النبي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عشان القرآن هيفضل شفيعك وصاحبك، نور لقبرك وسند ليك يوم القيامة. لأن في أسرار كتير قوي مش هتفهمها غير لما تحفظ وتعيش معاه. عارفة إنك هتقولي كم عقبة من العقبات اللي مخلينك مش عارف تحفظ القرآن، زي مثلا أنا مش فاضي. ممكن تقولي طب بتقعد قد إيه على الموبايل، أو مثلا ذاكرتي ضعيفة. طب والناس اللي حفظت بعد ال50 وال60 بتنسى بسرعة؟ دي حاجة طبيعية قوي، بس في طريقة تخلي النسيان وسيلة تثبيت. مش عارف تبدأ منين؟ هنبدأ دلوقتي سوا. الخطة اللي أنا عاملاها اسمها الخطة السهلة. أول حاجة في الخطة دي هي النية والإخلاص. النية حاجة مهمة جدا، وأول حديث الرسول قاله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قبل أي حاجة اسأل نفسك، ليه عايز تحفظ القرآن؟ عشان خاطر الناس؟ عشان خاطر هبة؟ ولا عشان خاطر ربنا؟ ابدأ بقليل دائم، 3 آيات في اليوم، وفي الأول كفاية قوي. لكن دايما مش لازم تبدأ من سورة البقرة، ممكن تبدأ من سورة الناس، أو من السور القصيرة اللي انت بتحبها. أنا فاكرة أول مرة اتعلمت قرآن رحت للمسجد وفعلا علمونا من السور الصغيرة، لأنها بالنسبة لسننا، أو بمعنى تاني بالنسبة للبداية، أسهل بكتير. تالت حاجة، التكرار. التكرار هو السر. الآية اللي هتكررها 20 مرة بتدخل في القلب والعقل. اقراها بصوت وبهمس، في الصلاة وقبل النوم. رابع حاجة، الصلاة أداة للحفظ. صلي باللي انت حفظته، حتى لو آية واحدة، ده بيربط الآية بروحك. خامس حاجة، التسجيلات والصوتيات. اسمع الشيخ اللي انت بتحبه وكرر وراه. اسمع نفس الصورة طول اليوم، في الطريق، في البيت، وانت بتطبخ. استخدم دفتر خاص بالقرآن، اكتب فيه الآيات ومعانيها وتأملاتها. ده مش بس بيقوي الحفظ، ده بيقوي حبك للآيات. سابع حاجة، صحبة تحفظ معاها، حد بيشجعك، تسمع له ويسمع لك. الحفظ مع حد بيضاعف طاقتك. المراجعة أهم كتير من الجديد. لو نسيت ما تقلقش، النبي قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفسي بيده لو اشتد تفلتا من الإبل في عقلها. تاسع حاجة، اربط الحفظ بالحياة. كل آية اسأل نفسك:
الآية دي بتقولي إيه دلوقتي، وكل ما تعرف تفسيرها أكتر وتعيشها عمرك ما هتنساها. تعال أقولك أسرار من السلف في حفظ القرآن الكريم. أحدهم بيقول: ما حفظت القرآن إلا وأنا أطبقه. وآخر: كنت أضع تمرا، كل ما حفظت آية أكلت تمرة. كانوا يفرحون بالآية كأنهم ملكوا الدنيا. إحنا نقدر نعيش زيهم لما نبدل نظرتنا للقرآن من حمل لهدية. في شاب حفظ القرآن في 6 شهور لأنه كان بيسمع أمه كل يوم 5 آيات، يسمعها ويسمع لها. ست كبيرة بدأت تحفظ بعد ال60 وختمت بعد 3 سنين بالظبط. طفل صغير ربط كل آية بمشهد كرتوني وبقى حافظ القرآن. السر مش في السن أبدا ولا حتى في الذكاء، السر في الاستمرارية. عايز تحفظ القرآن؟ ابدأ دلوقتي، افتح المصحف واقرأ أول آية، خلي نيتك إنك تعيش معاها. صدقني ربنا هيسر لك الطريق. مش لازم تبقى حافظ كل القرآن، كفاية إنك تبقى من أهل القرآن. وكل يوم قرب، حتى لو خطوات صغيرة قوي، لأنك بكرة هتفتخر بنفسك لما تلاقي نفسك بقيت حامل لكلام الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتكتب لي في التعليقات هتبدأ حفظ القرآن الكريم امتى، وتشير الفيديو مع ناس بتحبهم.